ما اقدرش الوم النهارده احمد عبد الرؤوف باي حاجه، ما اقدرش الوم. هو الراجل لعب فنيا حلو، انت غلطتين خلصوا الماتش، والماتشات اللي زي دي بتخلص كده معروفه. فنيا الراجل لعب قدام الاهلي كويس، 4-5-1 وقفل على حسب بقى التحولات والتغيرات، الخطه الطريقه بتتغير، لكن هو قفل. وما تقوليش هو أصلاً كان المفروض يلعب بلعيب رقم 6 ما في اسمع، بس سيبك من الخرف ده. انت النهارده بتلاعب فرقه زي الاهلي عندها كل مقومات انها تكسب اي بطوله، عشان بس ما تسرحش بخيالك بعيد. دي فرقه كل ساعه بتنزل بلعيبه شكل عنده، يعني لو كنا تعادلنا ودخلنا في وقت اضافي كان هينزل، كان تيم تاني هينزل لك، انت مش هتلاحق عليه، امكانياتك غير امكانياته، خلاص خلينا نعترف، امكانياتك غير امكانياته. لكن هو انا بشوف فنيا الراجل ده قدر يعمل حاجه قدام الاهلي، نسب الاستحواذ كانت متقاربه، قادر يعمل حاجه. لكن انا لو هلوم الخساره دي او عايز احمل او اشيل الخساره دي النهارده على حد، انا هحملها على جون اودوار، لانك انت السبب في اللي احنا وصلنا له ده النهارده. انت كان المفروض من 4 5 ماتشات كان المدرب اللي انت جايب من بره ده اللي كان يمشي، كنت تجيب اي حد تاني مصري مكانه، كان على الاقل النهارده كان ممكن نعمل حاجه. لكن عنادك ده اللي وصلنا لكده. ولو في ب 10 جنيه فهم كوره، ب 10 جنيه بس تسيب احمد عبد الرؤوف يكمل لنهايه الموسم، وهتتفاجئ، صدقني هتتفاجئ. ما تروحش عشان هو خسر النهارده تروح تجيب لي في مدير فني اجنبي هيرجعك 20 سنه ورا، وهتفضل هي نفس المشاكل، وهي نفس الحوارات، وهندننا نلف حوالين بعض لغايه اخر الموسم. فخلاص انت عندك فتره توقف دلوقتي، سيبه بقى، ده عامله في يناير زي ما انت عايز، ولا هتمشي، شوف هتمشي مين وهتعمل ايه، وسيب الراجل فنيا مش وحش، الراجل فنيا كويس، بس سيبه يكمل. اشمعنى اديت الاجنبي 5 6 ماتشات اللي طيرنا من كل حاجه، واللي احنا فيه ده بسببه النهارده؟ اديله يا باشا ده، ولا ده يهودي ما ياخدش؟ بعدين انت النهارده الفرقه الاهلي عنده كل المقومات، كل المقومات، عنده كل اللعيبه، كل عارف اي تحت اي نتيجه هيعرف يلعبك، سواء كان خسران كسبان هيعرف يلعبك. فالراجل عمل اللي عليه خلاص، فابوس ايديكم، سيبوا الراجل يكمل لغايه اخر الموسم.